أنا يحيى من المغرب، تحديدا من مدينة فاس. عندي 27 سنة. اتعودت نتجمع أنا وصحابي كل يوم خميس بالليل بعد الشغل في شقة واحد صاحبنا، نسهر ونلعب بلاي ستيشن للصبح. ده اليوم الوحيد اللي بنفضي فيه زهقنا وتعبنا طول الأسبوع كله. بالمناسبة احنا 5 صحاب: العبد لله ومراد ومهدي وحمادي وأيوب. كلنا من سن بعض تقريبا ما عدا حمادي، أكبر مننا بشوية حوالي 40 سنة. وأيوب ده هو صاحب الشقة اللي بنسهر فيها كل خميس. هو أصلا مش من هنا، هو من مدينة تانية اسمها مكناس، لكنه هنا بحكم شغله. في يوم من الأيام لقيت أيوب بيتصل بيا وقال لي إن في لعبة جديدة عاوزين نقنع بيها الشباب ونجربها مع بعض في السهرة. قلت له حاجة يعني غير فيفا اللي احنا متعودين نلعبها؟ قال لي لا لا، مش بلاي ستيشن أصلا وما تسألش لما تيجي. أنا فاكر يومها كنا يوم تلات. قلت له تمام وقفلت معاه روحت. وبعد كده لقيت صاحبي مراد بيكلمني، قال لي إن أيوب كلمه وقال له إن في لعبة مختلفة عاوزين نجربها. قال له نفس الكلام اللي قاله لي. فمراد بيسألني إيه رأيك؟ وكالعادة يعني أيوب ومراد أصلا مش بيتفقوا على شيء، كل اللي قلته له إن كلها يومين وهنروح وهنعرف. اللي فهمته إن أيوب ما كلمش حد غيري أنا ومراد، لأن الباقي ما جابش سيرة الموضوع، حتى خصوصا إننا دايما يعني متعودين نلعب فيفا بقالنا سنين. عدى يوم الأربع عادي وجه الخميس، وكل واحد روح بيته واتفقنا نتقابل، ولكن أنا على معادي مع أيوب. وبالفعل قبلها بساعة رحت له وقعدنا، وبعدها بثواني وبكل لهفة لقيته بيطلع كتاب. بس علشان أوصف شكل الكتاب ده ركزوا معايا. الكتاب عبارة عن غلاف جلد، ملمس غريب جدا. أول ما تلمسه بتحس بأشعارة كده غريبة، والحواف تحس إن فيها زي ما يكون دم. أما صفحات الكتاب من جوه سودة جدا، بس سواد كده قادر على شفط النور اللي في الدنيا كلها. أول ما تشوفه تحس إن كل أمان الدنيا والخير والسعادة انتهت من الوجود. أول ما شفت المنظر ده عطيته الكتاب بسرعة وقمت. والله ما قادر أوصف لكم إحساس الخوف اللي جالي. معرفش جالي من إيه بالظبط ساعتها. جيت أمشي وبسأله هو إيه ده، بس كنت بزعق وهو ساكت ومذهول كده ومبرق. قمت قايل له أنا همشي ولما يجي الشباب هاجي معاهم. أول ما قلت كده فجأة لقيت صوته اتحول وقال لي إن محدش جاي. أنا لغيت القعدة النهاردة ومفيش غيرنا أنا وإنت والكتاب وحارس الكتاب. وبدأ يقول كلام مش مفهوم بصوت عالي جدا وبسرعة رهيبة، والكتاب بدأ يخرج منه دم. أيوة والله دم، بس مخلوط كده بسواد. وأنا كل اللي عليا بقرأ آية الكرسي ورجلي ثابتة زي ما يكون حد ماسكني من رجلي. ومرة واحدة الكتاب وقع في الأرض، بس المرة دي ما بقاش أسود، اتحول كله لون أحمر دم، ومكتوب عليه بالأسود أسامي صحابنا كلهم، بس اسم مش فيهم، وجنب كل اسم كلمة موت. فجأة كل حاجة وقفت ودخان ملى المكان، ومش فاكر أي حاجة حصلت بعدها غير إني أغمى عليا. صحيت في المستشفى، ولما قمت لقيت أمي وأبويا وأخواتي واقفين حواليا كلهم بيعيطوا من الفرحة. فكنت مستغرب في إيه بالظبط، لحد ما عرفت إني دخلت في غيبوبة لمدة 11 شهر كاملين. أنا ما استوعبت الموقف وسألتهم على أصحابي، وبعد سكوت كتير جدا قالوا إنهم عملوا حادثة كبيرة كلهم مع بعض وماتوا. الغريب إن زي ما أكون عارف ما استغربتش، حتى أهلي استغربوا ردة فعلي، بس الكلمة الوحيدة اللي قلتها هو فين أيوب؟ قالوا لي إنه رجع مدينة مكناس عند أهله، خصوصا بعد موت أصحابنا، وإنه لحد شهر بس كان بيجيلي كل يوم يقعد يتكلم معايا وأنا في الغيبوبة. بس الغريب إنه من ساعة ما بطل يجي وحالتي اتحسنت الحمد لله. بعد فترة الدكتور كتب لي خروج بعدها، وطلعت على المقابر علشان أقرأ لهم الفاتحة. حسيت إني عاوز أروح الشقة اللي كنا بنتجمع فيها، ولقيت الشقة محروقة. سألت جار كده هناك قال لي إنه حصل حريق كبير. سألته على الشاب اللي كان هنا قال إنه محدش يعرف عنه حاجة بعد الحريق، بس كل اللي يعرفه إن رجع بلده مكناس، ولكن للأسف معرفش هو فين بالظبط هناك. عدى على الحوار ده سنتين ولحد دلوقتي معرفش عنه أي حاجة، ولا أعرف هو ليه عمل كده.